الفيلسوف الألماني الشهير كارل ماركس كان ليه مقولة بتقول إن الأديان أفيونة الشعوب. مع تطور الأزمنة والعصور الجملة دي اتعدلت وبقت الكورة مخدرات الشعوب. الدين حلت محله الكورة، والأفيون حلت محله المخدرات. وانت كده كده يا شقيق سمعت جملة من الجملتين دول قبل كده، ولو ما سمعتش فأديك سمعت. وعشان أقولك إن فكرة فيلمنا مبنية كلها على الجملتين دول، اتفرج معايا كده على أول مشهد في الفيلم. سيبنا نحتفل بيهم، خسرنا نتصل بيهم، كسبانين إن شاء الله. عارف قصة حياة الراجل ده يا شقيق عاملة ازاي؟ الراجل اللي انت سمعته بيقول كده بكل بساطة، عارف هو ليه أصلا عامل كده؟ بلاش الراجل ده. شايف الست اللي طايرة من الفرحة دي؟ عارف حياتها عاملة ازاي؟ بلاش الست دي. شايف البنت اللي واقفة في سقف العربية طايرة من الفرحة دي؟ عارف حياتها هي كمان عاملة ازاي؟ طب بلاش البنت دي. شايف الست دي أو الست دي أو الواد الصغير ده أو الشاب ده أو الراجل ده؟ شايف كل الفرحانين دول مفيش حاجة في حياتهم تفرح، وحتة جون يتيم في ماتش كورة هو اللي خلاهم فرحانين قوي كده. وهنا بيأتي السؤال، تفتكر يا شقيق الفرحة دي هي فرحة حقيقية ولا فرحة تحت تأثير المخدر؟ بص يا شقيق، أنا هحكي لك بريف عن حياة كل واحد فيهم، وفي الآخر أنت أحكم بنفسك على نوع الفرحة دي. تعال نبدأ بعم رجب السايس. زي ما أنت شفته في أول الفيلم كده، راجل عايش على الحشيش وبيربي حفيده الوحيد اللي هو اسمه علي. وعلي علشان هو تربية عم رجب بيسرق الحشيش والفلوس بتاعت جده، وده أول حاجة أنت بتشوفها من علي. علي بيروح يبيع الحشيش اللي سرقه من جده للسواق اللي هو بيشتغل معاه تباع على الميكروباص بتاعه، وجده قالب الدنيا على حتة الحشيش لكن مش لاقيها، وعارف إن حفيده سرقها منه، لكن حفيده هربان منه طول اليوم لحد ما علي هيرمي نفسه قدام عربية المذيع شريف، وجده بيعطر في علي مخبوط في المستشفى. اقف هنا بقى وتعالى نتعرف على شريف المذيع. اولا كده الراجل ده بيبدأ يومه بصباح الخير يا خمرة. ثانيا مغرور وبيحشش وداخل علاقة غير شرعية مع نيفين حبيبته، او هنسميها حبيبته. وخد الكبيرة بقى، شريف المذيع المشهور اللي ياما هنا وياما هناك، نيفين حبيبته او اللي هنسميها حبيبته هي اللي بتصرف عليه. ومش بس كده، دي بتحمل منه وعاوزة تحتفظ بالبيبي عادي من غير ما يتجوزوا ويعلنوا ده، وبعدين يبقوا يتجوزوا لما نيفين تاخد تصريح جواز من الكنيسة. الأسوأ من كده يا شقيق إن شريف لما نيفين هتصرحه بحملها هيقول لها إنه مش عاوز يكمل ومش مقتنع بفكرة الجواز أصلا. لكن سيبك من العالم ده وتعالى على عالم المطربة الصاعدة نادية أو زينة في الفيلم. هنا بقى انت بتبدأ تشوف الحزن كله. مبدئيا كده المطربة نادية لا صوت ولا نيلة ولا مطربة حتى، موهبة عاوزة الدفن يعني. وده بيبان من لقائها مع المذيع شريف في البرنامج بتاعه لما أحرجها على الهوا وخلاها تغني الأغنية دي. اسمع الكروان كده. لولا الملامة يا هوا، لولا الملامة لفرد جناحي على الهوا زي اليمامة، وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري. عارف مشكلة المشهد ده فين يا شقيق؟ انه حسسني اننا عايشين في لوب ما بتخلصش، لان المشهد ده اتكرر كتير قوي قدام عينينا. واقول لك على حاجة كمان، اتكرر من قريب وكان طالع ترند عادي. والاسوأ من كده يا شقيق ان في اصوات وحشة بجد ولسه بتسمع وليها جماهير عريضة عادي. لكن بعيدا عن موهبة نادية اللي مش موجودة اصلا، تعالى ننقل لحبيب نادية. لا مش ده المنتج اللي نادية مرافقاه، وعشان خاطر كده انت شايف نادية مشهورة. انا قصدي على حبيب نادية التاني الكحيان، ايوه اللي بيعمل لها شعرها قدامك ده، عادل. شاب تايه في زحمة الشباب التايهة لكنه صنايعي كوافير قد الدنيا،
وحبيبته زي ما انت شايف باعته وراحت مع راجل قد ابوها عشان خاطر الفلوس والعيشه الحلوه. وعادل يا زين ما اختارت بيسرق منتجات المحل اللي شغال فيه علشان خاطر ياخدها يفتح بيها في المحل بتاعه. المشكله ان عادل مش بيسرق المواد الخام بتاعت المحل بس، ده بيسرق كمان الزباين بتاعت الراجل اللي شغال معاه، والراجل بيعرف وبيطرده. طبعا يا شقيق انت فاكر ان مفيش اسوأ من كده بني ادم، احب اقولك لا، في اسوأ من عادل. عادل بتغش في الكريمات اللي بتبيعها للزباين، وشقيانة وتعبانة عشان تطلع القرش بعرق جبينها او عرق الزباين. المهم ان في فلوس هتطلع، لكن عادل يا شقيق احدى زباينها كريماتها بتأذي جسمها، فالست بتاخد حقها بشكل حضاري جدا زي ما انت شايف. الأسوأ كمان من كده ان عادل مروحة بيتها تاكل لقمة وتنزل تكمل شغل، بتلاقي عادل ابنها بعد ما الراجل صاحب الكوافير طرده بيدور في فلوسها علشان ياخدها ويكمل بيها على تمن المحل. لكن الأم وابنها يا شقيق هيقعوا مع بعض ويمسكوا في خناق بعض لدرجة ان عادل هتطرد ابنها طردة الكلاب. والمشكلة الأكبر لما هتطرده والخناقة هتخلص، عادل بيجي لها تليفون شغل واحد بس، اوردر واحد بس. شوف الست دي هترد ازاي على تليفون الشغل بتاعها. الو، اهلا مدام رشا. الحمد لله انا كويسه. لا بس صوتي مبحوش شويه عشان عندي شويه برد. يا حبيبتي، لا احنا على ميعادنا، ده انا جاي لك على طول، هو مسافه السكه. حضرت لك كل حاجه. نسيت اقول لك يا شقيق ان نادية زي ما ليها حبيب اسمه عادل، ليها اخت اسمها ريهام، وريهام على عكس نادية نهائي، بنت محجبة زي ما انت شايف كده وملتزمة ما شاء الله، لكنها هتقع في حب الشاب بتاع سندوتشات الطعمية، شاب من طبقتها عادي جدا. وريهام واقفة في الشارع مستنية حبيبها بتاع الطعمية. في أول ديت ليهم أمين شرطة غلس بيغلس على ريهام، فريهام بتصده، فأمين الشرطة يفضل مركز مع ريهام لحد ما يجي لها الشاب بتاع الطعمية، ويبدأ أمين الشرطة يرمي بلاء عليهم لحد ما يحتجزهم وياخدهم على نقطة الاسم بتهمة ممارسة الفعل الفاضح في الطريق العام. كده انت فاضل لك من كل الشخصيات دي يا شقيق 2، عادل والمنتج اللي بينتج لنادية حبيبة عادل. المنتج ده يا شقيق اللي هو حسين الإمام، راجل ابن ناس باشا، بيعمل كليبات بطريقة مبتذلة يلم منها فلوس، ومرافق البت نادية في الحرام ومستغل فقرها وجوعها للشهرة والنجاح والفلوس. لكن الأزمة ما بتقفش هنا بس، الراجل الفاجر ده شقيق هيعمل أغنية وطنية لبلدنا علشان ينزلها بعد الماتش على طول احتفالا منه بعظمة منتخبنا. لكن شوفوا هو بيخرج ايه، شوفوا هو بيعمل الأغنية الوطنية دي، شوفوا بيقول ايه لزينة. وطبعا انت فاكر بقية الاغنية دي لو كنت بتقعد قدام روتانا سينما كتير وانت صغير زيي. المشكلة الاسوأ يا شقيق هي معاملة الراجل ده لنادية، بيعاملها وكأنها ارخص سلعة موجودة في سوبر ماركت كبير، وهي الصراحة اللي عملت كده في نفسها. يعني عندك المشهد ده بيبين مدى رخص نادية لنفسها واحتقار الراجل ده ليها. نادية هنا في المشهد ده بتقول له انا عاوزة شقة اعيش فيها انا وامي واختي، لكن هو بيسيكب عليها وبيغيب عليها ويضربها، لدرجة ان عادل الاكس بتاعها بيروح يتصدر لها، لكنه طبعا هيطرد من المكان بسببها. والمشكلة ان نادية بعد كل الاهانة اللي تعرضت لها دي هترجع له تاني وتديله كوباية المية عشان تهديه وتبوسه كمان، وكأنها كلبة راجعة لصاحبها، صاحبها اللي في ايده عظمة بيحايل فيها كل شوية. وهنا يا شقيق هسألك سؤال، تفتكر نادية هي اللي عاملة كده في نفسها ولا الفقر هو اللي عامل فيها كده؟ تعال نخش على عادل، الست المتمرمطة والشقيانة هنا وهناك صبح وليل. عادل وهي راكبة اتوبيس الهيئة الاصفر بتاع زمان ده يا شقيق بيتم التحرش بيها من الراجل اللي قاعد جنبها ده. والمشكلة الاكبر ان عادل
بتقبل بالتحرش. والأسوأ من كده كمان إن المشهد ده بيوريك نتيجة فك الضغط فجأة عن مجتمع مضغوط ودايما بيسكن ضغطه بالمخدرات. وعشان تفهم كلامي ده يا شقيق، شوف المتحرش ده هيعمل ايه مع ام عادل على الرغم ان الست ما اعترضتش لما اتحرش بيها. وهنا يا شقيق صناع الفيلم اللي هي المخرجة كاملة أبو ذكري والكاتبة مريم نعوم بيقولوا لك حاجة واحدة بس، إن إحنا عايشين في مجتمع مشحون بالفقر والكبت الجنسي والكبت العاطفي والضعف والجوع، وعشان يعرف يعيش مع كل ده بيحط نفسه تحت تأثير المخدر ايا كان ايه هو. قبل ما اخش لك على نظريه ان الكوره مخدرات الشعوب، عاوز الفت نظرك لمشهدين في اغنيتين مهمين جدا، اغنيتين اشتغلوا في الفيلم ده وكان فيهم سخريه واضحه وانكار تام للاغاني الوطنيه اللي كانت بتتعمل في فتره الفيلم ده اللي هي بالظبط سنه 2008 او 2009. المهم بص كده على المشهد ده وشوف لطفي لبيب بيرقص على ايه. هنا لطفي لبيب بيرقص على اغنيه ما شربتش من نيلها جربت تغني لها. وانت بتتفرج على المشهد ركز على شكل الميه اللي في الازازه اللي بيشرب منها لطفي لبيب، وافهم هنا الصناع عاوزين يقولوا لك ايه. وبعد ما تفهم قول لي بقى يا شقيق، انت ما شربتش من نيلها ولا شربت لحد ما استكفيت؟ المشهد التاني بقى هو مشهد الأغنية الوطنية اللي غنتها زينة. انت هنا بتشوف عكس الكلام اللي بيتقال، وهنا دي سخرية واضحة وصريحة من نوعية الأغاني الوطنية بتاعت الفترة دي. وفعلا تخيل معايا احنا كنا في الوقت ده بنعمل أغاني وطنية مخصوص عشان ماتش كورة، عشان منتخب كسب منتخب تاني، مع ان الموضوع بسيط يا جماعة. تعال بقى يا شقيق لمقولة ان الكورة مخدرات الشعوب. قبل ما ندخل على الجملة دي عاوزك تقولي بعد كل اللي انا حكيتهولك ده عن كل الشخصيات دي، تفتكر ينفع الشخصيات دي يكون همها الشاغل في يوم من الايام ماتش كورة بيتلعب وبيتجاب جون في اخر الماتش، وان هو ده اللي هيخلي المأساة الإنسانية اللي انت شايفها قدامك وسمعتها تتنطط كده وطايرة من الفرحة بالشكل ده؟ عشان تفهم كلامي ده بقى يا شقيق تعال ندخل على جملة الكورة مخدرات الشعوب، وانا هفسرها لك بالمفهومية كده بالتحنيك. يعني ممكن تحنيكتي دي ما تجيش معاك، ولكن تعال نتحنيك سوا. مين الراجل ده؟ دونالد ترامب. الراجل ده دخل العالم في أزمة اقتصادية عاملة ازاي بحربه مع إيران. بلاش كده، الراجل ده متهم في جرائم اغتصاب أطفال وجرائم جزيرة أبستين قد إيه. بلاش دي، الراجل ده هو ودولته منظمين لبطولة إيه السنة دي؟ بطولة كأس العالم لكرة القدم اللي هي هتتلعب كمان قد إيه؟ كمان أسابيع. وبالرغم من كل الكوارث اللي الراجل ده عاملها ومدخل العالم فيها، مفيش دولة محترمة أوروبية أو غير أوروبية قررت الانسحاب من البطولة دي، علشان الدولة المنظمة للبطولة دي هي السبب في كل الأزمات اللي بيعاني منها العالم، سواء كانت أزمات اقتصادية أو أزمات اجتماعية أو حروب الدول بتخش فيها وبتلاقي نفسها داخلة فيها، أو بتلاقي الدول كلها بتدفع ثمنها بسبب الدولة دي. والمشكلة الأكبر يا شقيق إن أنت هتروح تحضر البطولة عادي وهتشجع منتخبك عادي ايا كانت ايه هي جنسيتك، وهتنبسط وهتفرح. واقول لك على حاجة، شاكيرا هي اللي عاملة اغنية المونديال. عارف كل اللي بيحصل ده شيء نسميه بايه؟ بالدعارة الفكرية. الدعارة الفكرية اللي بتخليك تبقى عارف كويس ان راجل مجرم زي دونالد ترامب هو اللي بيحكم العالم وتبقى عادي جدا. الدعارة الفكرية هي اللي بتخليك تروح تحضر ماتشات وفي مونديال دولة هي السبب في كل أزماتك الاقتصادية اللي انت بتعاني منها. الدعارة الفكرية يا شقيق هي اللي هتخليك انت بالظبط عامل زي أبطالنا في 1-0 بتعاني من الفقر والجوع والجهل والكبت وعدم تكافؤ الفرص، ورغم كل المعاناة اللي انت بتعانيها دي هتبقى أول واحد قاعد في أول صف في كراسي القهوة بتتفرج على البطولة. لكن وانت بتتفرج على البطولة ما تنساش تفتكر أبطال 1-0، وما تنساش تشوف ايه الفرق بينك وما بينهم. ولما تفرح لما المنتخب يجيب جون ان شاء الله يبقى افتكر كويس الفرحة اللي انت بتفرحها دي هي فرحة حقيقية وعشان حاجة تستاهل، ولا هي فرحة
تحت تأثير المخدر. فيلم 1-0 يا شقيق مش لازم تشوفه بالصورة السوداوية اللي أنا عرضتها لك دي، ولا لازم تشوف كرة القدم بالنظرة السوداء اللي أنا برضو عرضتها لك. بالعكس، أنت ممكن تشوف الكورة وفرحتك لما فريقك يكسب بدفعة أمل بسيط بيهون عليك مرارة الأيام ويأس السنين. لكن في النهاية ده مجرد ماتش كورة بيبدأ وبيخلص مع صفارة الحكم، وحياتك انت بقى هي اللي مكملة معاك، مكملة بكل معاناتها ومأساتك. فما تنساش حياتك يا شقيق، وما تحولش دفعة أمل بسيطة لمخدر بيكمل معاك بعد الماتش في استوديوهات التحليل وريفيوهات ممدوح نصر الله ومروان سري. حياتك أهم مهما كان نوع الترفيه اللي بترفه بيه عن نفسك، وما تجريش ورا أي دوبامين رخيص يا شقيق. وخليك عارف في النهاية إن مهما كانت المتعة اللي بتكسبها من الرفاهية، ما ينفعش خالص الرفاهية أو المتعة دي تكون هي حاجة أساسية من أساسيات حياتك. سلام يا شقيق.